في الأيام اللي فاتت السوشيال ميديا اتقلبت بسبب فيديو مسرب لراجل بيسوق عربية مكشوفة في شوارع جنوب فلوريدا، والراجل اللي بيسوق في الفيديو ده كان لابس كاب أبيض ونضارة شمس، والشبه بينه وبين جيفري إبستين يكاد يكون متطابق بشكل مرعب، والناس كلها بتأكد إن ده جيفري إبستين وإنه لسه عايش وبصحة كويسة. والفيديو عمل حالة من الجنون، وناس كتير بدأت تشكك في كل التقارير اللي طلعت عن وفاته في 2019 وإنه لسه عايش ما ماتش. والناس لسه فاكرة إن في يوم وفاته المزعوم كاميرات المراقبة في السجن عطلت في وقت واحد والحراس كلهم ناموا في نفس الوقت، واللي بيتقال دلوقتي إن اللي خرج في النقالة كان جثة تانية بملامح متغيرة، وإن جيفري إبستين الحقيقي خرج من الباب الخلفي بتأمين من جهات عليا ولحماية أسماء كبيرة في السلطة. والقصة دي مولعة الدنيا دلوقتي لأن الناس انقسمت لنصين على الفيديو ده. النص الأول بيقول إن فعلا ده جيفري إبستين وإنه لسه عايش ما ماتش زي ما قالوا في 2019، والنص التاني بيقول إن الفيديو ده ممكن يكون مزيف ومعمول بالذكاء الاصطناعي بدقة عالية جدا عشان يثير الفوضى ويغطي على حاجة تانية. وفي ناس تانية برضو بتقول إن ده واحد شبيه ليه، بس لو هو ذكاء اصطناعي ليه مفيش حد طلع أثبت إنه متفبرك لحد دلوقتي؟ ودي ما كانتش أول مرة تحصل. قبل كده انتشرت صورة ليه وهو في إسرائيل والناس صدقت وطلعت في الآخر معمولة بالذكاء الاصطناعي عشان تجيب مشاهدات. تفتكروا إيه الحقيقة اللي بيخبوها علينا؟ هل فعلا جيفري إبستين لسه عايش والفيديو حقيقي 100% والصدفة هي اللي كشفته، ولا الفيديو متفبرك بالكامل ومعمول بالذكاء الاصطناعي وهو مش عايش أصلا؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، شايفين القصة دي ايه من وجهة نظركم، وسلام.